السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم مع طبق جديد من مطبخ زمان الخير. شوفوا لي هالشكل، طبق اليوم كتير مميز وكتير طيب وشهي. رح نعمل مع بعض اليوم فاهيتا الدجاج. ممكن نعملها هيك أو سندوتشات هيك، الأولاد ترغب لها كتير وشكلها بيكون كتير حلو. طبق كتير مناسب ووصفة مناسبة للضيوف، لاستقبال الضيوف، للعزايم. خلونا نشوف كيف رح نجهز فاهيتا الدجاج وشو مكوناتها. للفاهيتا بيلزمني دجاج مقطع. انا عندي صدور دجاج غاسلتهم ونظفتهم ومقطعتهم. بدي تبل الدجاج. التتبيله هي عباره عن ملح، فلفل ابيض، زنجبيل وهيل ناعم طبعا كله، واوريجانو وبابريكا ومرق دجاج، معلقه مرق دجاج ماجي. رح اضيفهم على البهار على الدجاج. وعندي معلقه دبس فليفله، كتير بتعطيهم نكهه طيبه مميزه. هلا رح ادعكم مع بعضهم. طبعا بامكانكم تدعكوهم بايدكم او تحركوهم هيك. هلا عندي معلقتين كمان خل ابيض او عصرة ليمونة، ما في مشكلة، الاثنين شغالين نفس النتيجة. هلا رح اقلبهم منيح وغطيهم، اتركهم لحتى الدجاج يتشرب التتبيلة ساعتين ثلاثة قد ما انتم بدكم، يعني قد ما كون معكم وقت. هلا عندي هون الخضار، بصلة وفليفلة الوان بدنا نقطعهم. طبعا الفليفل الالوان بيعطي طعم وبيعطي شكل كتير حلو. بامكانكم طبعا تستغنوا عن الالوان، تحطوا اللون المتوفر عندكم، بس هو بيعطيها شكل كتير حلو. هلا نحن بدنا نقطع البصل، رح نقطعهم هيك. البصل لازم يكون جوانح، ما بدي اقطعه ناعم هيك بهالشكل هذا. هيك خلصنا تقطيع البصل. هلا عندي الفليفله الخضراء، طبعا بدي اياها كمان شرايح، يعني ما مثل البصل، ما بدي اياها ناعمه، شرايح انتو حسب ما بتحبوا حجمها، بس لازم يكون هيك حجم كبير حتى تبقى باينه بالطبخه. ما بدي اياها رفيعه كتير، حتى يعني بدي هيك هالسماكه هي حتى تحافظ على حالها وقت الطبخ. هلا بعد ما خلصنا تقطيع البصل والفليفله رح ننتقل للمرحله اللي بعدها، تابعوني. حطينا مقلاية على النار وحطينا فيها زيت نباتي. بامكانكم اذا مو متوفر الزيت نباتي تحطوا سمنه كمان نفس النتيجه. هلا بدي انزل بالبصل، بس البصل حاليا بدي اقلي البصله. رح استنى لحتى البصل يدبل. طبعا انا البصل بدي اياه يدبل بس ما بدي ياخذ لون، شايفين؟ هلا هيك بكفي. عندي انا هون فطر وذره، انا بدي انزل بس بالفطر حاليا، بدي اقلي الفطر مع البصل، الذره لا. بقلبهم تقليبتين مع البصلات، طبعا بياخذ نكهه طيبه وبتطلع الطعمه اطيب. هلا قلبناهم تقليبتين مع بعضهم هيك بكفي. هلا بدي انزل بقطع الدجاج. هلا بدي اقلبهم تقليبه بسيطه حتى الدجاج يتشوح.
طبعا النار عالية حتى الدجاج ما ينزل مي كتير، انا بدي النار على الدجاج عالية. نقلب الدجاج، طبعا لا بدنا ملح ولا بهارات ولا اي شي، كله مبهر ياخد من نكهة الدجاج. الريحة بتاخد العقل والله، الريحة بتجنن بتجنن. بنصحكم تجربوها وتتبعوا نفس البهارات، حطوا نفس البهارات اللي حطيناها، تعطيها ريحة ونكهة غير شكل. هلا بعد ما قرب الدجاج يستوي معنا، هلا بدي انزل بالفلفل الالوان المقطعة. انا بدي اياهم تقليبتين ما ياخذوا وقت كثير، حتى الفلفله تحافظ على حالها وعلى قوامها وعلى الوانها حتى تضل باينه. هقلبهم معهم. بعد ما استوى عنا الدجاج والفلفله دبلت معهم، هلا اخر مكون ذره. ذره معلبه طبعا رح اضيفهم عليها على الدجاج. نقلب معهم الذره. شايفين الالوان ما احلاها؟ طبعا غير الريحه والطعم بيجنن وبياخذ العقل. كتير كتير طيبه هالاكله كتير. طبعا كمية البصل والفلفلة والذرة انتو بتحددوا قديش بدكم تحطوا كميات، بتحبوها اكتر بتحبوها اقل، انتو حسب ما بتحبوها. هلا هيك استوى الدجاج والفلفلة مع بعضهم. هلا هيك طبختنا صارت جاهزة وامورها تمام. وهيك خلصت وصفتنا لليوم ووصلنا لنهاية الفيديو. هي الشكل النهائي للفاهيتا. ممكن نقدمها هيك وممكن نعمل منها سندوتشات، الاولاد بترغب لها اكثر وشكلها بيكون احلى. قدمنا معهم تومية. طبعا اذا عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس حتى توصلكم فيديوهاتنا اول باول. يعطيكم العافية واهلا وسهلا فيكم.